السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدي الكرام، أين وجدتم؟ أهلا وسهلا بكم مجددا. أرحب بكم وأدعو كل المشاهدين الجدد أن يشتركوا في قناتي خولة بن زيان، وذلك عبر تفعيلهم زر الجرس. أيضا لا تنسوا أن تتركوا لنا إعجاب وتعليق لكي أطلع على آرائكم. كلنا تفرجنا في المباراة اللي جمعت ما بين المغرب وإسبانيا، ومباراة المغرب ضد البرتغال، ومباراة المغرب ضد فرنسا، والمباريات الأوائل اللي كانت ما بين كرواتيا والمغرب، وما بين المغرب وكندا. طبعا مشوار ليس بالهين. مسيرة كانت صعبة، مملوءة بالأشواك، لأنه الطريق لم يكن معبدا بالنسبة لأسود الأطلس، خصوصا أننا نعلم مدى المستوى ديال الخصم اللي كانوا كيواجهوها في المباريات، ولا سيما المباراة الأخيرة. طبعا فرحنا وتقاسمنا أجواء الفرحة والسرور. كان عرسا ليس فقط بمغربيا بل عالميا، حيث كسب لاعبي منتخب المغرب محبة الجميع، محبة كل العالم، بما فيهم محبة الحكام كالأمير القطري الذي كان يساندهم ويشجعهم مع أسرته. لنا فخر وشرف بذلك، خصوصا أن دولة قطر يعني شرفت الأمة العربية والإسلامية في التنظيم الرائع، تنظيم تاريخي. وكان شرف ذلك أيضا أن الأسود المغربية التي يعني دخلت التاريخ من بابه الواسع، تاريخ كرة القدم، يعني حظيت باهتمام ومتابعة عالمية، ووصلت يعني إلى المربع الذهبي. وهذا لا يزيدنا إلا فخرا بمغربيتنا. نشكرهم من القلب على ما قدموه، على المجهود الذي بذلوه، وخصوصا المباريات ما بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. يعني أنا وثقت لحظات الفرح، فسأترككم تشاهدون بعض اللقطات من الأجواء، أجواء الاحتفال في المغرب. وأيضا شاركونا إخواننا وأشقائنا العرب، وأخص بالذكر الأشقاء الفلسطينيين، أيضا المغاربيين بصفة عامة، وأيضا إخواننا الجزائريين والمصريين وكل الدول العربية بما فيهم دول الخليج. حقيقة الكلام يطول عن أسودنا، كيف أنهم شرفونا، وكيف لعبوا بروح القتال وروح عالية من الوطنية، وأكثر من ذلك أنهم كانوا قدوة للأجيال من خلال تقديمهم اللعب النظيف في الميدان. وأيضا ما أعجبني فيهم
هو بر الوالدين، كيف كانوا يقبلون أمهاتهم بعد انتهاء المباراة ويفرحون ويتصورون معهم. أيضا كيف أنهم كانوا يسجدون، حتى أنهم لقبوا بفريق الساجدين الحامدين الشاكرين. طبعا هذه أشياء جميلة تعبر عن المستوى العالي من التربية والأخلاق التي يتصف بها منتخبنا الوطني. إن شاء الله مزيد من يعني الحظ معهم والتوفيق. نتمنى لهم الحظ أن يكون جنبهم. هي المباراة الأخيرة كان هناك يعني حقيقة ظلم في حقهم، لأننا كلنا لاحظنا كيف أن الحكم لم يحتسب ضربات الجزاء لصالح أو لفائدة المنتخب المغربي. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طبعا هم فائزون، وبالتأكيد النصر سيكون حليفهم. لا بد من أن نقول كلمة الحق. هم لعبوا وقدموا يعني لعبا في المستوى، طبعا بتأطير من الكوتش وليد الركراكي صراحة، الذي صار يعني مدرسة في تاريخ كرة القدم المغربية. إن شاء الله سيواجهون المنتخب الكرواتي. نتمنى لهم حظ موفق، ونتمنى أن يفوزوا في هذه المباراة لكي يتربعوا على المرتبة الثالثة في المونديال. لهم منا كل المحبة والتقدير، وفقهم الله لما فيه خير لوطننا الحبيب، وحفظهم الله، وإن شاء الله منصورين. تحياتي. أترككم مع هذه اللقطات من الفرحة، وإن شاء الله سنفرح أيضا في المباراة ما بين المغرب وكرواتيا بإذن الله.